استكمالا لسلسلة سيارات بيجو، وبعد كلامنا عن بيجو 206 هنتكلم النهارده عن واحدة من أكتر عربيات بيجو مبيعا، واللي وصلت مبيعاتها ل5 مليون عربية في الأسواق العالمية عشان تحقق انتشار قوي لشركة بيجو، وهي بيجو 205. بيجو 205 اتصممت كعربية هاتشباك صغيرة، وبداية إنتاجها كان سنة 1983 لحد سنة 1993، واتصنعت في فرنسا وبلاد تانية زي إنجلترا وأسبانيا والبرازيل. وزي ما قلت لك انتشرت بشكل كبير في الأسواق العالمية بموديلات مختلفة، والموديلات والتجهيزات كانت بتبقى على حسب الوكيل اللي بيعتمد العربية. وأكتر موديلات ال 205 انتشارا كانت بيجو 205 جي تي اي، والموديل ده كان بيتميز بالرياضية مع قوة الموتور، واللي كانت بتبقى فرنج من 1600 ل 1900 سي سي مع 105 و130 هورس باور. وقوة الموتور ده مع التسارع والاتزان كان بيدي تجربة قيادة مميزة. تاني موديل كان بيجو 205 المعتادة، او زي ما بنقول هنا في مصر العادة. والموديل ده كان الاختيار الاول للي عايز عربية اقتصادية وبسيطة وعملية بشكل اكبر، وكان بيجي بموتور 1000 و 1900 سي سي. اما تالت موديل كان بيجو 205 تربو، والموديل ده بقى كان الاقوى والاسرع من بيجو 205، وده لانه مزود بتربو تشارج مع موتور 1600 سي سي 200 هورس باور. بيجو 205 برغم إصدار موديلات بطابع رياضي منها، إلا أنها كانت في كل الأحوال اقتصادية وموفرة بشكل كبير للبنزين، وده بسبب مواصفاتها. فالعربية كانت بتيجي بطول 3 متر 64 ل 3 متر 69، وعرض من متر 56 لمتر 62، وارتفاع من متر 36 لمتر 37، ووزن من 800 ل 950 كيلو، مع معدل استهلاك بنزين من 5 ل 8 لتر لكل 100 كيلو، وتانك بنزين بسعة من 45 ل 55 لتر، وشنطة خلفية بسعة من 240 ل 290 لتر، وده برغم حجمها الصغير. والمواصفات دي مع تسارع من 0 ل 100 في 9 أو 13 ثانية، وسرعة قصوى من 160 ل 200 كيلو في الساعة. والاختلافات في المواصفات كانت بتبقى على حسب الموديل والبلد المصنعة. فاكر لما قلت لك في اول فيديو على مبيعات البيجو 205 واللي وصلت ل 5 مليون عربيه في بلاد مختلفه؟ اهو المبيعات الكبيره دي حصلت بسبب مميزات جت مع العربيه وادت لانتشارها بشكل كبير. اول ميزه الاقتصاديه، فالعربيه اقتصاديه جدا في استهلاك البنزين بمعدل استهلاك من 5 ل 8 لتر لكل 100 كيلو. تاني ميزة الاعتمادية، بيجو 205 في حالة اهتمامك بيها هتلاقي منها اعتمادية وقلة اعطال، وده طبعا مع موتورها القوي. تالت ميزة التصميم. تصميم ال 205 مقبول جدا وعصري، وعايز اقول لك ان في حالة انك عدلت فيها فشكلها بيبقى مميز جدا وجذاب. رابع ميزة تجربة القيادة. تجربة القيادة جميلة جدا، وده بسبب الاتزان القوي في حالة اهتمامك بالعفشة مع التسارع. فالعربية سحبها ممتاز وسلس، وده بسبب الاستجابة السريعة للموتور مع دواسة البنزين والغيار. خامس ميزة الراحة الداخلية والتجهيزات، فسواء للركاب او اللي بيسوق هتحس براحة كبيرة للكراسي، ده غير انها بتمتص عيوب الطريق الى حد ما. اما بقى التجهيزات، فالعربيات تجهيزاتها مقبولة جدا بالمقارنة بعربيات تانية من نفس الفئة، زي التكييف وازاز كهرباء وساوند سيستم وكراسي جلد وبلاستيك مرن، والتجهيزات كانت بتختلف من موديل للتاني. سادس ميزة المتانة،
فالبيجو 205 زيها زي باقي عربيات بيجو بتتميز بمتانة الصاج وقوة عفشتها، فالعربية تستحمل معاك بشكل كبير سواء في المسافات مع الطرق السريعة او الطرق المكسرة، لكن برضو ده في حالة انك من وقت للتاني بتشيك على العربية وبتتابع مع صنايعي مختص. سابع ميزة سعرها يعتبر مقبول جدا في المتناول لناس كتير. برغم المميزات الكتير اللي ذكرناها عن بيجو 205 واللي كانت سبب في تحقيق مبيعات كبيره لشركه بيجو، الا ان ال 205 ليها كذا عيب هكلمك عنهم بالتفصيل. اول عيب قطع الغيار بتمثل مشكله في عدم توفرها في كل المحافظات، لكنها بتقبل قطع غيار بديله. تاني عيب تجربة القيادة، فبرغم انها كانت ميزة في ال 205 وذكرناها في المميزات بسبب الاتزان وغيره، الا ان في مشكلة في اغلب الموديلات وهي العزل، فمع السرعات العالية هتسمع صوت الموتور بشكل واضح، ده غير انك ممكن تلاقي اهتزازات مع زيادة السرعة. تالت عيب الهيكل الخارجي، فبرغم من متانته وقوته الا انه مع الوقت بيتعرض للتآكل وهتظهر اجزاء بارومة في اجزاء مختلفة من العربية. رابع عيب نظام الكهرباء، فمع اعتمادية الموتور والاجزاء الميكانيكية الا ان كهرباء العربية بتمثل مشكلة في بعض الموديلات ولا هتحتاج انك تتابع مع صنايعي مختص. اخر عيب حجم ال 205 صغير وبيخلي العربيه تميل اكتر للاستعمال الشخصي ومش مناسبه للعائليه تماما، ده غير انها قريبه من الارض ومع الاوزان هتتعرض للاحتكاك مع المطبات بشكل كبير. طيب خلاصة الكلام، تشتري بيجو 205 ولا لا؟ اشتري بيجو 205 في حالة انك عايز عربية استعمال شخصي ومش للعيلة، واشتريها برضو لو انت شباب، فالعربية مع التعديل او مجرد الاهتمام بيها بتبقى جذابة جدا وجميلة. طيب امتى ما تشتراش لو مش هتعرف توفر لها قطع غيار او قطع غيار بديلة، وما تشتراش في حالة انك عايز تبيعها بسرعة وتكسب فيها، وده لان برغم انتشارها الكبير في الاسواق العالمية الا انها مش منتشرة في مصر بشكل كبير وملهاش شعبية قوي في السوق المحلي، وده بيسبب قلة الطلب عليها. واخر حاجه بقى، ما تشتراش في حاله انك مش هتعرف تتعامل مع مشاكل الكهرباء. لكن لو سالتني عن رايي الشخصي في العربيه، فانا شايفها قيمه كبيره مقابل سعرها الرخيص، لانها فعلا اعتماديه ومشاكلها مش مشاكل معقده وتقدر تتعامل معاها. ده كان فيديو بيجو 205، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.